صباح الفل، يا صباح السعد والهنا كله. عاملين ايه وازاي صحتكم؟ انتوا النهارده هنعملوا حاجه ايه بسيطه قوي. الحاجه دي بتاعت امي الله يرحمها. هي هفت عليا كده وقلت لازم ايه اتغدى بيها النهارده، بس انا هعمل ايه اكل تاني عشان العيال. بس طبعا ايه ممكن ياكلوه ممكن ما ياكلوهوش. الحاجه دي بتاعت امي ومعايا واحده واحده هتعرفوا ايه هي. ماشي، احنا هنخرط بصلايه. طبعا هعمل بدنجان مسقعه باللحمه المفرومه. طبعا مترحمه على امي والله يرحمها ويغفر لها ويسامحها. وهنعمل طبعا بدنجان مسقعه باللحمه المفرومه. وهعمل لكم الحاجه اللي انا هعملها لكم دي حشوه. انا هبدا بيها هي الاول وهنختمها، وبعدين نخش مع بعض على البدنجان باللحمه المفرومه. احنا هنقطع بصلايه. هنقطعه بصلايه. احنا عملنا ايه يعني؟ مش طماطم مش ياما، زي نص كيلو طماطم، نص وزياده، عشان هي هتبقى حاجه بسيطه كده يعني، يا دوبك ايه ناكلوها غدوه كده. هنحشي نعمل ملح بدنجان معاها برضو عشان تبقى حرشه واكله مش مكلفه. هي لو ينفع العيال ياكلوها هتبقى طقه واحده، والله انا كنت عملتها، بس العيال مش هيرضوا ياكلوها. انا هعملها ليا انا بقى كده ان شاء الله. ايه مع بعض كده عاملين ايه؟ وبشكركم انا طبعا، وانا مبسوطه من اللايكات، وبشكر كل واحد بيخش يعمل لي لايك ويخش يعمل لي اشتراك. وانا ثم ربنا ثم انتم بترفعوني، بترفعوا معنوياتي شويه كده. وان شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب ويحسن بين ايدينا كلنا. هنحط حبه زيت. هنروحوا بقى على البوتاجاز ومع بعض خطوه بخطوه. وانا بحب اشكركم طبعا على الكومنتات اللي انتوا بتبعتوها لي، دي بتبسطني وبترفع عن ايه، بعرف ان انا ليا يعني ايه حبايبي برضو، واللي عايز حاجه يقولها وانا اعملها له باذن الله. طبعا هنحمر البصله ومع بعض واحده واحده ان شاء الله. انا كنت قاعده رحت السوق بدري وجيت، بس لما النور جه النور راح، فطبعا كنت محتاجه النور في اعمل الطماطم وكده، فاضطريت ان انا ايه نستنى النور. النور جه اهو، اول ما هبدا بيها بقى دي. اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. على سنة حلوة على أمة محمد يا رب. مدارس بقى والله يقوي كل واحد على اللي عنده يا رب. ها. حمرنا البصل اهو، اهو حمرناش اهو، حلوه يعني. هنحط الطماطم، ده مقدار نص كيلو طماطم اهو. هنحط الفلفل اسود، هنسيبها بقى ايه تتسبك. ماشي.
اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. مع بعضينا بقى كده واحدة واحدة نشوف هنعمله ايه تاني ان شاء الله. بس هنحط لها حتة تومة اهي بالفلفل الاخضر اهي. بصوا فول منقوع ده فول ايه منقوع، هنحطه طبعا ايه عشان يستوي في التسبيكه دي. بس احنا حطينا الفول اهو خلاص واستوى، دخل في السوا يعني خلاص. بصوا حطينا التومه بالفلفل، هنحطه طبعا ايه شويه رز. ان شاء الله تنفذوها وتعملوها وتتفرجوا على جمالها بقى ان شاء الله هتعجبكم والله. طبعا انا هخلصها هنصبها بقى في ايه في اطباق. طبعا عاملينها حرشه حراقه، اسمها دي بقى ايه، امي كانت بتقول عليها فوليه. في فوليه بالسلق وفي فوليه بالطماطم. دي بقى الفوليه دي ام طماطم. احنا كنا بنعملوها الله يرحمها امي كانت تاكلها لنا، بس هي هفت عليا النهارده لازم اعملها. بص انا هسيب الرز بقى يستوى وبعد كده ايه نبقى نعبيها في اطباق. بصوا احنا عملنا الرز استوى والفول استوى طبعا خلاص كده وحبه زي العسل وحراقين طبعا. هنصبوهم بقى ومع بعضينا بقى. يلا نروحوا بقى على الرخامه ونصبوهم. هنصبوهم اهو. طبعا جنب منها ايه شويه بدنجان مخلل، انا عملتهم اهو خلاص هنحشيهم ان شاء الله. تملي الجرس يضرب وانا بصور. يلا الحمد لله. اكله بقى ايه بتاعت امي الله يرحمها بقى، بس والله احلى من الفراخ ومش مكلفه يعني، ولا الرز مش مكلفه. لو حد بقى ايه من حبايبي طبعا الكبار في السن هيعرفوها. دي اسمها ايه فوليه، فيها منها بالسلق والكزبره ها، ودي في منها بالطماطم، وبرده التانية بيتحط لها رز وجنب منها البدنجان المخلل. بس ده مش غدانا يعني، انا هنعمل بقى ايه تكملة الغدا ان شاء الله. احنا كده خلصنا الفولية، هنعمله بقى الايه البدنجان اللي سقعه باللحمة المفرومة اهو. جو صعب قوي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. طب صلوا على النبي بقى. اللهم صل وسلم وبارك عليك رسول الله. والله انا سمعت النهارده قصه بسم الله ما شاء الله على اللي بيصلي على الرسول.
بصي قصة ما شاء الله عليها، يعني لما يكون الواحد في ضيقة ربنا بيفكها. بص، يعني عشان طول ما انت واقفة صلي على الرسول، والله ربنا بيفك ضيقتك بطريقة ان شاء الله. ربنا يفك ضيقة كل من كان يا رب. احنا بنضم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. وايه بقى جمال الفولية، عايزين لها بقى كام لايك بقى دي. ابني بقى اكل منها بقى دلوقتي وقال لي يسلم ايديك يا تيتا صراحة. ده التليفوني. هنروحوا بقى نعمله ايه العصاج، نقطعوا البصلة نعمله العصاج بقى. ومع عملنا البصل اهو هنقطعوه. بص قطعنا البصل اهو، هنحط فصين توم. هنقطعه قرن فلفل. نحط الزيت ونروحوا على البوتاجاز بقى نحمروها مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله مع بعضين. بس احنا عملنا البصل اهو حمروها، بس ايه يعني ندبلوها حاجه بسيطه، انا ما بحمرهاش، حاجه بسيطه كده. اروح حاطه اللحمه اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. صلوا على النبي. خلاص كده حطوا اللحمه بقى. هنحط حبة فلفل اسود اهو كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. سيبها شوية طبعا اللحمة تتشوح شوية، وبعدين ايه نحط الطماطم ونقلوا البدنجان بقى.
اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بس خلاص كده عملنا المعصاج. هنحط الطماطم بقى تتسبك. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بقيت الطماطم اهي، هنسيبها بقى ايه تتسبك. هنحط الملح بس ان ايه شويه كده، هحط الملح ده خلاص كده. يلا الباذنجان اهو، حمر الباذنجان اهو، ها، والصلصه طبعا ايه خلاص اهي، هنطفي عليها. وبرده لما نيجي نجهز واحده واحده مع بعضينا برده ان شاء الله. بس برضو دوسوا على اللايك شويه ماشي، حبه على اللايك. انا مش يعني مش حاسه بتعملوا لي لايك ليه؟ زعلانين مني ولا ايه؟ شجعوني، وعايزه كام كومنت كده حلو كده، عشان انا عايزه كام كومنت حلو كده برضه عشان تفرحوني. خلي بالكم انا لما بحس ان انتوا ايه مهتمين بيا لما بيعملوا لي كومنتات ماشي. ماشي نشيله بقى دولت. ما بحبش احمره قوي، بحبه فاتح كده عشان مع الصلصه ما تحطي له عليه الصلصه بتاعته ما يبقاش غامق. خلص بقى الكميه كده، انا هطفي على الصلصه خلاص وكده. خلاص الصلصه هنطفي عليها. اما اخلص بقى الكميه بتاعتي هبقى ايه نوريكم ان شاء الله. قبل ما احط المفروم هبقى اقول لكم. ادينا نص الباذنجان اهو حطيناه، هنحطه بقى نص العصاج. اما نخلص بقى نحط النص التاني ونكب عليه ده ومع بعضينا واحده واحده. خلصنا نص الباذنجان اهو التاني، هنحطه بقى بقيه الصلصه عليه اهي. صلصه باللحمه المفرومه برضو دي احلى اكله، خلي بالكم. يلا بينا بقى. خلصنا خلاص اهو الفوليه والباذنجان مسقعه باللحمه المفرومه والباذنجان المخلل. طبعا انا ما رضيتش اصوره لكم عشان انا عاملاه لكم قبل كده. وتعالوا بقى اتغدوا معايا، وما تنسوش تحطوا اللايك وتدوسوا على الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.